انتوا عارفين ان في حاجة عندنا في رمضان بدأت من 200 سنة ولسه مستمرة لغاية يومنا هذا؟ والله زي ما بقول لكم كده، مش الفول والطعمية، لا انا بتكلم عن حاجة تانية خالص. اهلا بيكم في قعدة كنبة مع نانسي العشر. القصة بدأت من زمان قوي في مصر، وعملت عليها فيديو قبل كده، وهي مدفع الإفطار. في حكايات بتقول إن السلطان خوش قدم كان بيجرب مدفع جديد، وصادف إنه ضرب بالصدفة وقت المغرب، وده كان في رمضان، فالناس افتكروها إشارة للفطار. ومن هنا بقى بدأ التقليد، وقالوا الله أكبر المدفع ضرب. والحكاية ما وقفتش عند مصر بس، لأ، دي انتشرت في بلاد عربية كتير قوي زي لبنان وسوريا والإمارات والأردن، لدرجة إن في بعض الأماكن بيستخدموا المدفع مش بس في المغرب، ده كمان وقت السحور. يعني لو كنت في بلد فيها مدفع الإفطار مفيش داعي أبدا إن أنت تبص في الساعة ولا تستنى الأذان، أول ما تسمع بوم خلاص هجوم على الأكل. وطبعا مع التكنولوجيا دلوقتي ومكبرات الصوت اللي موجودة في المساجد أعتقد بقت كفاية قوي، بس لسه في بلاد بتحافظ على المدفع كجزء من التراث الجميل. وعشان نختم حلقتنا الرمضانية حبيت أقول لكم إن مدفع الإفطار من الحاجات التراثية الجميلة جدا اللي فضلت معانا مئات السنين وما اتغيرتش، وفي بلاد لغاية دلوقتي بتحبها وبتحافظ عليها. انتوا بقى قولولي، عندكم مدفع الإفطار في بلدكم وبتستنوه ولا لأ؟ استنوني الحلقة الجاية مع قعدة كنبة. سلام.